يعني تنحي قاعد الناس هذوما ولا خليوها ما تزيدوش تهضروا عليهم كاع، خليهم يديوها ماشي للواد تحت للواد. انهيار وبكاء وجنون الإعلام الجزائري بعد فوز المنتخب المغربي للفوتسال على إيران والتأهل إلى ربع النهائي كأس العالم للفوتسال، وحفيظ الدراجي يكاد يفقد عقله على الهواء شاهد ماذا قالوا. ولكن إذا كنت فخورا وسعيدا بفوز المنتخب المغربي للفوتسال فاضغط إعجابا للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. تمكن المنتخب المغربي للفوتسال من الفوز على منتخب إيران بنتيجة ساحقة، وذلك في ثمن نهائي كأس العالم داخل القاعة، وبهذا يتأهل المنتخب المغربي عن جدارة إلى ربع نهائي البطولة. وهذا الذي جن جنون الإعلام الجزائري. والبداية كما عودناكم مع الأسطورة علي بن شيخ الذي أدلى بتصريح لقناة الهداف الجزائرية منذ قليل وقال: أنا كنت أعلم أن المنتخب المغربي سيفوز على منتخب إيران اليوم لأنه دخل المباراة بروح قتالية، وأنا شاهد هذه المباراة أنا وزوجتي وأولادي، وشجعنا المنتخب المغربي لأن المنتخب المغربي هو أقرب منتخب لقلبي، وأتمنى أن يفوز بكأس العالم في هذه البطولة، وأنا على يقين أنه سيفعلها إذا استمر على هذا الأداء. وأنا أدعو منتخب بلادي الجزائر إلى التعلم وأخذ العبرة من المنتخبات المغربية لأنها أصبحت مصدر إلهام وفخر لنا جميعا، عكس منتخباتنا التي طالها النسيان ولم يعد اسم الجزائر يذكر في أي بطولة. بينما صرح حفيظ الدراجي وأدلى بتصريح على قناته في اليوتيوب وقال: أنا على يقين أن المنتخب المغربي يستخدم طرقا غير شرعية من أجل الفوز في المباريات، وأنا على يقين أن المنتخب المغربي سيفوز في هذه البطولة لأنه اشتراها بثمن بخس، لأنها بطولة ليست لها قيمة كبيرة، والمغرب يريد كالعادة التباهي والتفاخر أمام العالم بالفوز بهذه البطولة الفاشلة التي لا يشاهدها أحد. فحقيقة المنتخبات المغربية ستظهر عندما تكون هناك عدالة نزيهة، فحينها سينكشف الغطاء. وأنا أدعو المحكمة الدولة إلى الدخول على الخط من أجل وضع حد لهذه المهزلة. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا ليصلكم جديدنا.